شوف خلينا نرجع المجلس الاعلى. ما عندهم غير بس 3 شخصيات. عادل، السيد عادل عبد المهدي. انا اقول بس عادل. بس احنا يعني للتوضيح، يعني السيد عادل عبد المهدي تقصد؟ انا اقول عادل. انت تقول عادل. انا اقول بحكم يعني زمالتكم يجوز. لا لا لا. نعم. هذا رجل اختفى فتره بعد فضيحه الزويه. بعد فتره تنازل عن قضيه نائب رئيس. شنو فضيحه الزويه؟ يعني فضيحه الزويه انا اعتقد اتهم هو الرجل بيها، بعدين طلع طاحت بربعه وانعدموا وتنفذ بهم حكم الاعدام، سلموهم يعني قتلوا 2 أو 3 وبعدين حكموا بالاعدام. الزويه تقصد بها، ممكن توضح لي؟ مصرف الزويه. مصرف الزويه. حادث سرقه مصرف الزويه. طيب. القضيه الاخرى يعني هو الرجل نائب رئيس الجمهوريه استقال. يعني الرجل ما استقال حبا بالعراق ولا كذا، حبا بلو منطينا من ذيك الدوره وزير النفط ما استقال. انا متاكد. القضيه الاخرى بيان جبر. هسه بيان جبر خب السيد بيان جبر وزير هسه ايش ذبحتنا بالسيد؟ سيد هو السيد مالي السيد سيد لو سيد شخصيه يعني. كل شخص يعني رجل يذكر انه مرموق لازم ننطي انه السيد بغض النظر عن شهادته وتحصيله الدراسي. بعدين يعني بيان انا شاهدت له حاله من اجوا اهالي سبايكر. انا سبحان الله كنت وراه جالس هو ما يدري. ناس اهل سبايكر خطيه جايه المقاريد بقضاياها تريد تعرف اهلها وين. اي نعم. وهذا شوف شي يدور لي سوالف. تدري ايش قال لهم؟ قال لهم تدرون من قتل ابنكم؟ من اللي يستاهل ان ينعدم؟ على منو تحكي؟ على بيان جبر. نعم. قالوا له منو؟ قال هم رئيس الوزراء نور المالكي. انا باوعيت يعني ناس وين؟ هذا وين؟ اذا بهيك مستوى انت جاي تصيد الناس جايه مشلوعه قلوبها تريد تعرف حقائق. يا اخي ناس ما جايه بيكم بالسياسيين. ليش بعض السياسيين وبعض جزاها الله الف خير طلعت وانتخبتكم بطلوا سوالفكم يمهم.